واحد من اصيع الاعلانات اللي شفتها، شركه منزله اعلان بتقول ما تشتريش المنتج بتاعك. سنه 2011 في بلاك فرايداي، وسط زحمه اعلانات البراندات المختلفه اللي بيحاولوا من خلالها يزقوك تشتري اي حاجه تخطر على بالك، تصرف اللي وراك واللي قدامك. باتاجونيا براند لبس امريكي مشهور جدا، نزل اعلان صوره الجاكيت مكتوب عليها ما تشتريش الجاكيت ده لو انت مش محتاجه. تيم الماركتنج في شركه باتاجونيا حب ياخد الموضوع بشكل مختلف، نزل الاعلان ده وكتب تحته ان انتاجنا للجاكيت ده بيستهلك قدر كبير جدا من الكربون، وده بيكلف البيئه كتير جدا، بيزود الاحتباس الحراري والمخلفات الصناعيه. وده عشان احنا مش اهتمامنا بس ان احنا نبيع، احنا كمان مهتمين بدورنا في المجتمع بحفاظنا على البيئه وتوعيه الناس باهميه اداره فلوسها بشكل مظبوط. الحمله دي اثارت الجدل لما نزلت، وناس كتير شافت الاعلان غريب وغير موفق، لكن على النظير في ناس كتير شافت ان باتاجونيا بتساعدهم يحافظوا على المكان اللي هم عايشين فيه وكمان فلوسهم. وباللي عملته باتاجونيا ده اثبت لنا ازاي ممكن تكون مختلف. ما تخافش تفكر بره الصندوق وتتحدى الافكار القديمه، تكون صريح وصادق مع الناس، قول الحقيقه حتى لو مش بالضروره هتفيدك، افتح نقاش مع المستهلكين بتوعك. الحملات الناجحه مش بس اللي بتبيع المنتجات، لكن كمان بتخلق نقاش مهم ومفيد. فتفتكر لو انت كنت شفت الاعلان ده ساعتها اول ما تحتاج لبس هتشتري من مين؟ وعشان تعرف اكتر لايك وفولو واستناني، انا عمر سامي وهأثرها عليك.